الحلم راح. لأول مرة من 15 سنة الأهلي يخرج من نص نهائي دوري الأبطال. تعال نسأل سؤال ونجاوب عليه بعد الانترو. ايه تقييمك لكولر بعد الخروج من نص نهائي دوري الأبطال في الوقت الحالي؟ نتابع بعد الانترو. الأهلي كان على موعد مع التاريخ ويوصل للنهائي رقم 6 في تاريخه. كان مرشح بقوة كبيرة جدا، وخصوصا انه هيلاعب فريق مش قوي كفاية ولا خبرته زي الأهلي خالص. طبعا في الوقت الحالي احنا عرفنا ان هو بيراميدز، وبيراميدز قوي جدا بس مش في نفس خبرة الأهلي. الأهلي متمرس في الحتة دي. اي نعم بيراميدز ما خسرش من الأهلي آخر كام ماتش، بس الأهلي في أفريقيا غير، وده اللي احنا متعودين عليه. ولكن الأهلي عمل ايه بقى علشان يحقق المعجزة دي؟ ده انت طالع تضحك على الناس وتقول انا ما خسرتش في المؤتمر الصحفي. لا يا راجل بجد، تصدق ما كنتش اعرف؟ تعال اقولك على احصائية تلعبك شوية للأسف وتبقى عارف انك ما خسرتش وتطلع تضحك على الناس. انت متخيل ان الأهلي قدام سان داونز في استاد القاهرة على ملعبه وسط جمهوره بالساعة كاملة في نص نهائي دوري أبطال إفريقيا 0 كورنر 0 طول الماتش؟ انت متخيل اللي انا بقوله؟ ده الاهلي اللي معاه افضل لعيبه الكوكب. الاهلي جايب واحد زي بن شرقي علشان يلعب بس قدام الزمالك، لكن ما يلعبش في نص نهائي دوري ابطال افريقيا. انت فاهم انت ده معناه ايه؟ معناه انك جايبه بس عشان تغز الزمالك مش اكتر، وترجع تقول لي كاس عالم انديه. ده انت عندك نص نهائي دوري ابطال افريقيا ومقعد بن شرقي بره، وانت محتاج تكسب في ارضك على ملعبك. الاهلي مع كولر ده في الموسم ده انت لعبت الزمالك وبيراميدز ما كسبتش ولا ماتش. متخيل؟ ولا ماتش كسبت، ولا بيراميدز ولا الزمالك ولا اي حد، ولا حتى سان داونز في ارضك. انت بقالك اكتر من 6 ماتشات ما عرفتش تكسب سان داونز، وانت الاهلي اللي جايب نص لعيبه الكوكب. انت بطل دوري ابطال افريقيا اخر سنتين وكنت هتاخدها الثالثه، ربنا يسامحك. ده انت معاك لعيبه على الدكه بره يا شيخ كتيبه. ده انت مقعد قفشه، حسين الشحات، بن شرقي، اكرم توفيق، وسام ابو علي، نص الفرقه، وعايز تكسب. مش فاهم ازاي انت بتلعب على ملعبك وسط جمهورك والاستاد متقفل. بس خلينا نتكلم بصراحه شويتين 3. الاداره وفرت كل حاجه، كل حاجه كانت الفريق محتاجها، من لعيبه ومن مكافآت ومن راحه نفسيه وراحه معنويه. يا راجل دي الاداره حاربت علشان تاخد الساعه الكامله في استاد القاهره. ده انت سافر معاك الخطيب بنفسه عشان يديك دفعه قويه اللي هو مفيش بعد كده. المباراه الاولى في جنوب افريقيا سافر معاك الخطيب عشان يديك كل حاجه انت محتاجها علشان تقدر تحقق الانجاز ده. الراجل تعبان وعنده مشاكل صحيه وبرضه فضل واقف مع الفريق. عمل كميه اجتماعات مع كولر، يعني مفيش حاجة اوحش من كده. مش عارف انت عايز ايه تاني عشان كل ده، علشان بس يحسسه ان كل الادارة واقفة في ظهره، وانه ما يسمعش من الناس اللي عمالة تقول هيمشي هيمشي هيمشي. والنتيجة عملت الشوط الاول في جنوب افريقيا سوبر ولا غلطة، ببساطة لانك عارف انك بتلعب فريق فاهم كورة، وافضل فريق بيلعب كورة على الارض وهيكون على ملعبه وسط جمهوره. وكلنا طلعنا وشجعناك، والجمهور كله وقف في ظهرك، والاعلان اتغنى بيك، وبرجوع شغفك مرة تانية للملعب انك عملت الصح. ولكن برضو تعالى عشان نبقى بنقول كلمة حق، مش انت اللي عملت كل ده، انت بس سمعت الكلام اللي كان بيتقالك وبطلت تعند، وطلعت كلام سامر قمصان بس مش اكتر هو اللي صح. بمعنى ادق عشان لو مش فاهم، انت لسه ما عندكش شغف للماتش، لسه مش عارف تلاقي فكرة تلعب بيها. انت رجعت للي كان بيتقال قبل كده ببساطة اكتر، عشان لو مش شايف حاجة قصادك، او ان انت مش شايف بس غير ان انت بتلعب كاس عالم للأندية، مع انك خلاص بسبب عندك ده مش هتلعب البطولة اللي انت عملت كل ده علشان تلعبها. بس تعال نكمل. كل اللي فات حلو جدا وكلام جميل، كل اللي انت عايز تقوله قوله. ليه بقى تبوظ كل ده؟ ليه تهد كل اللي اتبنى خلال الوقت اللي فات؟ انا عايز حد يفهمني ليه بتلعب بنفس التشكيل في ملعبك وانت عايز تكسب؟ بتقفل ليه؟ تلعب ب5 لعيبه ورا؟ طب ازاي؟ فهمني. ده انت معاك لعيبه الكوكب يا شيخ، كنت بتطلب لبن العصفور بيجيلك. معاك افضل مهاجم في الدوري، افضل لاعب في الدوري، عايز ايه تاني؟ مش فاهم. انا بس عايز افهم انت ليه بتعاند؟
بتعاند. كل ده علشان انت عايز تقول ان هي دي الخطة اللي انتوا كنتوا عايزين تلعبوا بيها وانا رافض، وعايزنا ان نسمع كلام سامي قمصان. اهو هي دي الخطة، يلا بقى. ده انت مخلص على نص اللعيبة يا جدع، مخلص على الشحات وعمرو السولية وقفشة، حرام عليك.